كوباية سمسم وكوباية دقيق عملنا أكبر كمية من الطحينة. مقاديرنا سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد من غير تكاليف. يلا بينا نشوف عملناها ازاي، وهقولك كمان ازاي تحتفظيها عندك شهور وأيام متجرالهاش أي حاجة. هتنفعنا في شهر رمضان. كل سنة وانتوا طيبين يا أحلى اخوات في الدنيا. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. تكات قليلة جدا والله بس بتفرق في الطعم. أول حاجة يكون عندي طاسة كده هنا وسخنتها كويس جدا. جبت عندي كوباية كده من السمسم الأبيض، ولازم يا جماعة الأبيض. هنا كل لما السمسم عندك ابيض وفاتح هيخلي معاكي الطحينه كده فاتحه ولونها كده جميل جدا معاكي. اللي هنا متحمص هتحسيها ممرره معاكي. هنا المعلومات دي يا جماعه بتفرق جدا جدا عندك في الطحينه. هنا يا دوبك احنا بنطلع الرطوبه بس من الدقيق والسمسم. يعني اهم حاجه يا جماعه بتجيبي سمسم ابيض من عند العطار، والدقيق عادي بتاعنا خالص اللي هو بتاع المخبوزات. جبنا كوبايه كده وكوبايه كده، يعني مقدار الدقيق هو مقدار الطحينه. خلاص بنطلع الرطوبة بتاعتهم وبعد كده بنحطوهم عادي في اطباق هنا لغاية لما يبردوا معايا. وبعد كده هنجيبه بقى عندك الخلاط او الكبة، يعني مش هنقف على اي حاجة. الناس اللي مش متوفر عندها الكبة هتقومي على طول تخلصي الفيديو بإذن الله، هتقومي تعملي الفيديو ده ان شاء الله. هنا جبت بقى الخلاط عندي وهنستعمل كل حاجة عندي في الخلاط. هنا مقدار الدقيق بالسمسم هو مقدار الزيت عندي. بس كده وصفتنا هي دي بس الطحينة. بس عايزه اقول لك الحاجات دي والله يا جماعه بتفرق جدا جدا، اللي هو اللي انت بتطلعي الرطوبه بتاعه عندك السمسم، وبتطلعي الدقيق الرطوبه بتاعتهم. خلاص كده هنا جبت عندي الخلاط وببدا اطحن عندي الاول اللي هو السمسم. وهنا اهم حاجه السمسم يا جماعه ما تخلوش ياخد لون معاكي خالص. كل ما هتلاقيه احمر معاكي تعرفي عندك الطحينه بتبقى مرره كده وبقاش طعمها مش كويس. هنا عندي بصي ما شاء الله كده عندي السمسم كده، يعني يا دوبك بقى شبه الدقيق بالظبط. هنا عشان عايزينه انعم اكتر واكتر، وكل ما بقى عندك السمسم ناعم كده تحطي عندك هنا ايه، هنحط معلقتين كده من الزيت عشان يتضرب تاني كويس جدا. يعني زي ربع كوبايه كده من الزيت، كمان اقل من ربع كوبايه. هنضربهم تاني كويس وبعد كده هضيف عندي الدقيق هيتضرب معاهم كويس جدا عشان الدقيق ياخد من طعم السمسم معانا. طبعا هنا المعلومات اللي احنا بنقولوها دي يا جماعه بتفرق جدا والله عندي في الطحينه. عايزه اقول لك الطحينه دي بتقعد معاكي شهور وايام ما تجرالهاش اي حاجه. ناس كتيره بتشكي من الطحينه تقول انا بعملها كده مظبوطه، بس بلاقي القوام الطحينه عندي من تحت مركز من تحت والزيت من فوق، عشان انت مش ماشيه على الخطوات اللي احنا بنقول عليها بالظبط. عايزه اقول لك الطريقه دي سهله خالص، مش هتاخد معاكي اي وقت. يعني في غمضه عين كده هتقومي تعمليها على طول. خلاص كده حطيت عندي الدقيق سوري الزيت عندي بالتدريج. يعني الدقيق بعد ما طحنت كويس جدا عندي السمسم وبعد كده ضفت الدقيق عشان ياخد طعم السمسم معايا. حابه تعمليها بالسوداني زي ما احنا عملنا السمسم، هتعملي نفس النظام السوداني. بس عايزه اقول لك اللي هي طعمها الخفيف جدا هو السمسم. عايزه اقول لك ما شاء الله عمل معايا برطمان ونص، يعني كمان الا حاجات بسيطه كده. عمل معايا مقدار جميل جدا جدا. وفي الاخر حطيت معلقه صغيره من عندي الملح. طبعا هنا الملح ده بيحافظ عندي مقدار الطحينه بتاعتي بتقعد معايا شهور وايام ما تجرالهاش اي حاجه. المعلقه دي معلقه صغيره يا جماعه مش معلقه كبيره. عايزه اقول لك ما شاء الله مقدار اللي احنا عملناه عمل معايا مقدار الطحينه دي. وعايزه اقول لك بتتضاعف كمان عشان الزيت، وكل ما بتقعد بتتقل معاكي. بتنفع بقى في شهر رمضان بقى مشويات، او كمان تنفع بقى غنون تعملي فيها وصفات كتيره جدا جدا. الطحينه ما بقدرناش نستغنى عنها في شهر رمضان. بص القوام تقيل ازاي وجميل، من غير نشا ومن غير بيكنج باودر، من غير الكلام اللي الناس اللي بتعملها دي اصلا. طريقتها سهله وبسيطه من غير تكاليف خالص، وعملناها على قد الايد. بجد ان شاء الله تعجبكم وجربوها باذن الله. عايزه اقول لك ما شاء الله عملوا معايا برطمانين الا حاجات بسيطه. لو عجبتكم ما تنسوش حطوا لايك، والسلام عليكم ورحمه الله.